نزيدوا نقويوا علاقاتنا مع قطر والسعوديه. هذيك علاش نحن ما نحبوش نخرجوا، علاش هما ما يقولوش هكاك، علاش السعوديه ما تقولش حفاظا على العلاقات مع تونس نعطيهم بن علي، حفاظا قطر تقول على علاقاتنا مع تونس نعطيهم بالماضي. علاش ديما نحن نلعبوا الرول نتاع الضعيف ونلعبوا الرول تاع زعما نحن دبلوماسيين واللي نحن نحبوا نعملوا الانيشيتيف. هذه الحاجه لازمها تشوفها الحاجه هذه، وانت بيش قلتها للسيد الوزير. انت بيش قلتها للسيد الوزير معناها بعد الثوره وثوره الكرامه يا عم. احنا مانيش نتعارف، انا تقول لي هنا نجي نعطي فكره في مخي مانيش نتعارف. اتكلم كلمة مع الكلام الميكرو ضغطي عليه برا يا خليل. ثورة الكرامة يا خليل. الموضوع اللي هنا جيت على خاطره من هون، معناها اكثر موضوع جيت على خاطره هو موضوع الجرحى اللي ما تطرحش في الكتاب. انا نحب فكرت في دين الله واحد، معناها الجرحى اللي اذا نحن هنا اليوم عمري 23 سنه ونقف قدام معناها وزير ونتلموا نحن كله قدام سفير اول مره تصير، راهو على ظهر الجرحى هذوكم وعلى ظهر الشهداء هذوكم اللي نحن ما حابين نتكلم عليهم. انا قلبي يوجعني وقت اللي نشوف انا في اعتصام مره مشاو الجرحى في القصبه وضربوا واحد الكروسه بتاعه كسروا له، والبارح وقت اللي يخرج معناها سمير ديلو قبل في الراديو يقول في الجرحى العديد منهم سكارى وعديد منهم، ما تعطيش العموم، ما تتكلمش في العموم، على خاطر العديد من الجرحى وقت اللي خرجوا مش سكارى، والعديد وقت اللي خرجوا على خاطر الدراب اللي واقف قدامنا هذاك، وخرجوا على خاطر البلاد، دونك ما نحكيش في العموم. الحاجه زي حتى كي تتقال نعرفوا كيفاش نحترموا الناس. والبارح انا كي مشاو الجرحى يطالبوا بالحقوق نتاعهم، واليوم طيحوا لهم من ميفر كايبهم، تروحوا في فيسبوك تشوفوا كيفاش بالضبط لي ديليغي اللي يجيو من المانيا طيحوا لهم ميفر كايبهم، قالوا لهم الكل ما ثم حتى جريح، قالوا لهم انتم الكل ما فيكمش دواء نزيدوها على قلينا نزيدوا نعطيوكم الدواء، ما حتى واحد فيكم لا باش يرجع يمشي على ساقيه ولا اللي عنده، لان حتى واحد ما هو باش يرجع تتصلح حاجه اللي فيه. علاش هذايا؟ ما هو على خاطر الامير صار من الحكومه، وعلاش حتى نحن الالمان يجيو يقولوا الكلام هذا ما يصيرش، حتى ولو ما فيهم حتى امل نصرفوا عليهم احنا يا اخي. كي نحن قطر عطاتنا والصين عطاتنا ونسروا عطاتنا، نسمع في المليارات اللي يجيو كي ناخذوا 100 مليون نحن ما فيها بيت العباد اللي عطاتنا الشيء اللي نحن فيه نحن لهنا، وحتى ولو ما فيهمش ما يصيرش نعطيهم نبعثوا فيهم حتى كالروح والامل نبعثوهم حتى ولو هم ما همش باش يتداووا. اخر حاجه نحب نقولها، انا لهنا نحب نثبت حاجه برك. انا سيد الوزير انت مانيش باش ننكر لا في الكاليفيكاسيون تاعك، ومانيش باش نقول انت علاش حطيته على خاطر النسيب وعلى خاطر السهاره، انا مانيش باش نقول الحاجه هذه، الحاجه هذه العدل انا على خاطر شغل مش كما التوانسه اللي يعيشوا في تونس قلوبهم يفرغوها، نحن فرصه اللي انا سامحني يمكن السيد الوزير معناها باش تعديوا الحاجه هذه، سامحني بالله احنا باش نعديوها، انا باش نعديها الحاجه هذه على زوج اسباب. السبب الاولاني ما نحبش نحكي عليك انت شخصيا باش نيفيتي المشاحنات اللي ممكن تكون هنا، لكن الحاجه الثانيه اللي نحب نقولها باهي ما يسالش، لكن وقت اللي تجي انت تعين الولايات اليوم، تعين الوالي اللي في مسير نهضاوي، تعين اللي في زغوان والي زغوان يكون نسيب السيد سمير ديلو، انا نحب نقول حاجه، انا اليوم عمري 23 سنه، انا جينيراسيون بن علي، انا اللي يقولوا عليهم جينيراسيون عام انا 88 جيت نلقى بن علي موجود. اليوم كي صارت الثوره انا نحب ناخذ فكره باهيه، نحب نفهم الديمقراطيه، انا كي صارت الثوره نسمع في كلمه ديمقراطيه حريه، دونك الحاجه اللي باش نتعلمهم الحاجات هذوما توا، لكن وقت اللي نجي نشوف انا نفس الحاجات اللي صايره في وقت بن علي اللي العائله تتحط والعائله هي تحكم والطغيان والحكم ويملكوا الدنيا كلها قاعده تصير اليوم الساده، انا نقول ان شنو من هذه حاجه انا نحب نزيد نقولها، حاجه واحده اخرى، انا صدقني انت
قلت قبيله كلمه سيد الوزير عجبتني لكن ما وضحتهاش في بلاصتها، عطيتهاش حقها هكذا. قلت معجزه كي صارت السيليكسيون في ظرف عام واحد وكل صارت معجزه. هي صحيح معجزه انت ما عطيتهاش الحق الوين، معجزه الشعب هو اللي عملها، خاطر الشعب المجلس التاسيسي اللي عمل الانتخابات والرئاسه القصبه سنين هي اللي طلبت فيه، والشعب هو اللي وظف وسيرها الريفوليسيون، هو اللي هزها في لابون بوا. ما فهموش نحكوا على هذا بركه الوجوه السياسيه الكل، حتى واحد هو ما نجح الثوره، اللي نجح الثوره هو الشعب، واللي عمل المجلس التاسيسي هو الشعب، واللي عمل الحكومه هو الشعب، والشرعيه الانتخابات ساهم فيها الشعب، الشعب هو اللي عمل الدنيا كل. دونك المعجزه عملها الشعب. سامحوني كان تقول ثورة الكرامة. اخر حاجه انا نحب اقولها، ثورة الكرامة. انا باش نكون معك صريح سيد الوزير، انا بلوجر على الفيسبوك ونعمل فيديوهات معارضه للحكومه، لكن انا توا ندعي بالحق نحن توا شباب تبارك الله على الفيسبوك ندعيو المسيره كبيره 9 ابريل لا تستطيع حكومه لا حتى شيء، بالعكس على الجرح. نحن مطالبين بقدرة إله كان بالجرح. أنا نحب نقول لك حاجة بركة نحب نقول لك، حتى حد ما مش يعطلكم، نحبوا نبعدوا على اللغة هذه بتاع مثلا يقولوا يحطوا في العصا في الواحد يصير شكون انتم خير يا اخويا، حتى كان هم يحطوا في العصا نقولوا انتم خير، ما عادش تحكيوا على المهم على خاطر هذه تعمل كان الشحن تشحن العباد مش باهي. معناها انا نحب نقول اللي الناس الكل مع بعضنا بقدر ربي باش نستناو الانتخابات الجايه، لكن نحن نحسوا انا نحس اني باش نحكم على كيف حتى نحكم على الحكومه والجنرال، نحسوا فينا ماناش ماشيين للبر الامين، ماناش ماشيين لبلاصه باهيه، صغار كبار الناس الكل حتى اللي ينتخبوا حركه الناظر بيحكي مع حركه الناظر وبيحكي عندهم معناها يعرفوا لحركه الناظر يملوا بها ويعرفوا لها يا خويا انا مانيش مع حركه الناظر، لكن الدود تدخل حتى في جماعه حركه الناظر في شويه حاجات، علاش؟ على خاطركم ما كنتش واضحين، حتى انتم في بعضكم الحكومه ما كنتش واضحين، كل واحد يحكي لنا حاجه، مثلا واحد يقول مؤامره واحد يقول مثلا مش مؤامره، واحد يقول حاجه وواحد يكذب، اليوم في الشريعه ومش في الشريعه السيد حبيب اللوز غشش وثم جماعه فرحانين، علاش الختام هذا يخلق كان الدود يخلق يا خليل ثورة الكرامة كرامة. صورت الوضع الان لا تخرب على وجه بعض اسمي رامي تريكي طارق. حبيت نحكي في حاجة الأولانية قلت لي التغيير مش الثورة. خليل قلت التغيير صار بطريقة والشغل والحرية. لازمناش نسير عندنا 300 شهيد ربي يرحمهم، واللي عندنا برشا جرحى ما تداوش. نسكر عليه هذا. قليل الحكاية على الجرحى، نحب نحكي على حكاية القصاص معناها اللي قتل الشهداء بتاعنا اليوم حقنا معنا، واللي هما خلاونا نتلموا الناس، واللي هما خلاونا نحكيو بعد 23 سنة ولا بعد حتى أكثر من 23 سنة خلاونا نحكيو، نحبوا الأمة ديك خلي الفيديو تمشي ولا نسكر على ولدها اللي عمره 20 عمره 19 توفى على خاطر